كده بقى نقدر نقول صباح الخير. طب بذمتك في يوم بيكمل من غير كوباية شاي عدالة كده عشان تروق المزاج؟ الشاي هو مزاج المصريين، الكيف الحلال زي ما بنسميه. وبحسب إحصاء اللجنة الدولية للشاي فمصر بتيجي في المرتبة الثالثة استهلاكا ليه، وبنستهلك بما يقارب 4 مليار في السنة. وده منطقي لأن الشاي دوره كبير في يومنا، بنفوق عليه ونسقسق فيه ونعزم بيه، دور كبير يعني ما نقدرش ننكره. ولو عملنا مقارنة بسيطة ما بين الشاي وأي مشروب تاني فالشاي هيكسب وبجدارة. تعال نشوف. رغم ان الشاي هو المشروب الأول في تركيا إلا ان اسمه شاي، وفي أي دولة هيروحها هيفضل اسمه شاي. أما القهوة فبتاخد الجنسية على طول مجرد ما تحط رجليها في أي دولة. فعندك مثلا قهوة تركي، قهوة فرنساوي، قهوة أمريكاني، وكفاية إحراج لحد كده. لكن الشاي لو حطيت معاه أي حاجة هيفضل محافظ على شخصيته. شاي بالقرفة، بالنعناع، بالجنزبيل، مش مهم، المهم إنه شاي. الشاي هو المشروب المناسب في الوقت والمكان المناسب. يا أخي ده مناسب لدرجة إننا بنفتتح بيه المناسبات ذات نفسها. يعني لو رايح تتقدم لواحدة مش هتقول لها أنا هاجي أشرب ينسون مع والدك. الشاي بس هو اللي بيتشرب في المواقف اللي زي دي، هو الأول، وبعد كده يجي وراه أي مشروب تاني مش هنختلف. طب بلاش المذاكرة، الشاي هو المشروب الوحيد اللي هيوفر لك وقت تذاكر فيه. أيوة زي ما بقولك كده، يعني لو متراكم عليك مذاكرة ومفيش وقت ومحتاج مشروب سريع يفوقك فالشاي هو الحل الأمثل، في ثواني هتعمل كوباية متينة. وبالنسبة بقى لعشاق الشاي هتلاقيهم ناس كمل كده واصحاب مزاج، لو عصرتهم ينزلوا حكمة وكلام موزون. أصل عمرك سمعت عن أديب بيقعد على المكتب وياخد بق فرابيه ويكتب قصيدة؟ ما حصلش. خربوش الشاي جزء لا يتجزأ من أي كاتب أو مؤلف، مشروب يقربه من الناس ويحسسه بمشاعرهم وألمهم. والأمثلة كتير، عمك نجيب محفوظ مثلا، ما هي نوبل دي ما جاتش من فراغ. الشاي مش مجرد مشروب بنشربه علشان نفوق، ده رفيق الرحلة والقعدة الحلوة والمواقف الصعبة والصباحة كل يوم. وصدق اللي قال الشاي هو ونس المصريين.